انسوا طرق الفراخ واللحمة وجربوا طريقة البيض المسلوق وازاي نحوله لكنتاكي بطريقة سهلة جدا وفي نفس الوقت جميلة جدا. كنتاكي يعني بيض مسلوق مع بعض ازاي، ده تجربة لأول مرة اجربها لكن طلعت تجربة جميلة جدا. ولكن اهم ما في الموضوع ازاي طلعوا معانا شوية البهارات الحلوين اللي يطلعوا معانا مع الكفر الخارجي بتاع البيض ويدوله طعم كويس. هي ده السر في كده. واهم حاجه السر برضك ازاي يقرمش معانا الكفر الخارجي ويطلع معانا طعمه حلو. وهنا هنحتاج معانا بوله، والبوله ديت ازاي هنقول لكم هنعمل الطريقه بتاعت الكفر الخارجي. واهم حاجه ما نعملش كفر خارجي مجرد ان هو يقرمش معانا وخلاص، لا احنا عايزين في نفس الوقت يقرمش وفي نفس الوقت يكون شكله حلو وفي نفس الوقت يديني طعم للبيض المسلوق او يديني اضافه كويسه للبيض المسلوق. ما يبقاش الموضوع موضوع ان هو ايه، ان هو كفر وبس. وعشان هنعمل الكفر بتاعنا هنحتاج معانا 2 كوباية من الدقيق، اي كوباية عندي يعني اي معيار عندي لاي كوباية. كوبايتين دقيق نفس المعيار هنحط لهم نص كوباية من النشا. وهنا هنضيف البهارات ملح وكركم وبابريكا وكزبرة وشطة وكمون. هنبدأ نقلب ده كله في الخليط بتاعي كويس، نص معلقة صغيرة من كل حاجة ما عدا بس الملح معلقة كبيرة. هنقلب ده كله كويس، وبعد ما نقلبه كويس هنجيب بولة تانية وهنقسمه على نصين. اهم حاجة نحاول نقسمه على نصين بالظبط، يعني نساوي الخليط بتاعنا وبعد كده نقوم جاي قاسمينه نصين الاول بعلامة كده بالمعلقة وبعد كده نشيل نص منه. النص اللي احنا خدناه ببولة ده هنبدأ نخلطه بالمية، ولو في عندنا حليب يكون افضل. هيحتاج معانا كوبايه الا ربع من ميه. انا ضفت نص كوبايه ولكن بعد كده وانا شغال لقيته هيحتاج معايا تاني فضفت ربع كوبايه بالظبط، يعني هيحتاج معايا بالظبط كوبايه الا ربع. ده نص كوبايه الاولانيه وانتوا شايفين الخليط بتاعي كان لسه جاف اهو وكان محتاج لسه مني ميه او حليب. ضفت له ده ربع كوبايه التانيه اللي انا جبتها. ضفت ربع كوبايه برضو تدريجيا كده عشان اشوف هو هيحتاج اكتر ولا اقل. ما حبيتش ان انا اضيف الكميه كلها، لقيت خد مني الربع كوبايه كلها وده بقى شكل الخليط في الاخر. طبعا شكل الخليط في الاخر متماسك وهو ده اللي احنا عايزينه. اهم حاجه بقى نقلبه تقليبه كويسه بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي تكتلات. وبعد كده ناخد معانا البيض بتاعنا اللي احنا سلقناه وطبعا برد معانا، وانا حطيته كمان في التلاجة حوالي ساعتين وده بيكون افضل معايا. افضل ما يبقى سخن وينزل في الخليط ويطلع مش هيمسك في الخليط كويس. وانا طبعا هبدا انزل البيض المسلوق بتاعي على قد ما اقدر اعرف واتحكم في البوله اللي انا شغال فيها. ممكن انزل ببيضه ببيضه او 2 ب2 او 3 على حسب ما احنا عارفين. لو الخليط بتاعي كتير والبوله بتاعتي كبيره ممكن انزل بالكميه بتاعتي كلها. هحاول اقلب بمعلقه كده وبعد كده هشتغل بالمعلقه، واحاول بعد كده اتلقى المعلقه بالشوكه بحيث لو في اي خليط زياده ولا حاجه ينزل ما بين فتحات الشوكه. وبعد كده هبدا اخده على الخليط التاني اللي معايا اللي هو اللي ناشف واللي مفيش عليه اي سوائل خالص، وهبدا بعد كده اقلبه تقليبه كويسه. واهم حاجه احاول ان انا اسيطر على الكفر الخارجي، ان انا اخليه متماسك. ازاي اخليه متماسك؟ ان انا احاول بقدر الامكان اغلفه كويس، اتك عليه واغلفه كويس بحيث ان الكفر الخارجي يفضل متماسك بعد ما ينزل الزيت ما يفرقعش مني في الزيت ويتحول لحبيبات. هنا هبدا اقفل كويس الكفر بتاعي، وهنا بعد ما قفلته طبعا وهركنه على جنب احاول ان انا انزله تاني في الدقيق لو اتاحت الفرصه. قبل ما انزله في الزيت انزله تاني في الدقيق واحاول ان انا اتك على الكفر الخارجي بحيث ان هو يفضل معايا متماسك. ده اهم خطوه بحيث ان هو يطلع معايا كويس جدا في الاخر. هنا زي ما انتم شايفين انا بقلب فيه كويس اهون وبنقله على طبق. ولكن قبل ما ينزل الزيت لو حسيت ان هو عايز ينزل تاني في الدقيق هنزله كمان مره. انتم شايفين شكله عامل ازاي، ولكن هو متماسك وكويس والزيت بتاعي سخن. هبدا اسمي الله وابدا انزل في الزيت بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بمجرد ان انا بتك عليه كده ونسمي الله وننزل. اهم حاجه يكون الزيت بتاعنا سخن كويس بحيث ان هو على طول يبقى متماسك مع الدقيق والايه والكفر الخارجي. شايفين شكله عامل ازاي اصلا في الزيت؟ بقى كنتاكي بحقه حقيقي، مفيش احسن ولا اروع من كده شكل بيض. عمرك شفت بيض مسلوق بالحلاوه دي؟ بيقرمش جامد جدا يا جماعه اقسم بالله. ولكن المشكله ان انا حطيت صوت على الفيديو فعشان كده كل الصوت اللي عليه سواء صوتي انا او صوت البيض كله راح. فما شاء الله وصفه جميله جدا. وانا جات لي كده يعني ايه، انا قاعد في وقت كده بفكر فانا يعني خطر في بالي ان انا اعمل الوصفه ديت.